صدق اللي قال يعملوها العيال ويقعوا فيها الكبار. ابن محمد رمضان وقع في مشكلة كبيرة ووقع أبوه معاه. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. عيال لسه في 6 ابتدائي وفي محضر 6 أكتوبر وشوشرة ووجع دماغ. تعالوا نشوف فيه ايه. تعالوا نشوف محمد رمضان هيطلع ازاي نفسه من الورطة دي. مشكلة جت لمحمد رمضان وهو قاعد في البيت. كان مشكلة في النادي كبير في 6 أكتوبر. نادي كبير مشاهير بتاع المشاهير في المجتمع، بس عيال كانوا بيلعبوا مع بعض، كان عادي يعني مفيش أي حاجة. ابن محمد رمضان كان بيلعب، ابن فنان، وكان في عيل تاني بيلعب ابن مديرة مشهورة. مش عارفين ايه اللي حصل فجأة كده وهم بيلعبوا مع بعض مسكوا خناقة ضربوا بعض، والظاهر ابن الوز عوام طلع لباباه ضربه. ابن نمبر 1 ومحدش يقدر يغلبه. ابنه مديرة شركة اعلانات. روح البيت مامته لقيته مضروب، فبتقول له مين اللي ضربك؟ قال لها ابن نمبر 1 ابن محمد رمضان ضربني. طبعا امه مش هتسيب حقه، قالت انا ابني ما يتضربش. مسكت الولد ابنها اللي هو في 6 ابتدائي وطلعت على اسم 6 اكتوبر وطلعت تعمل بلاغ في ابن محمد رمضان ومحمد رمضان شخصيا، لان محمد رمضان شاف الولد وهو بيتضرب وما راحش قال لابنه عيب. الضابط عمل لها المحضر وتم اختاره. وتعالوا نشوف ايه اللي حصل. وابن محمد رمضان الفنان طبعا محمد رمضان واقع في مشكلة، يا ترى هيطلع نفسه ازاي؟ المشكلة تبان صغيرة نقول خناقة عيال، بس خناقة العيال كبرت ووصلت لحد المحكمة وقواضي. يعملوها الصغار ويقعوا فيهم الكبار، طلع حقيقي. ده المثل اللي كان بيتقال، يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار، طلع حقيقي. والأم مصممة تاخد حق ابنها. يا ترى الموضوع هيصالحهم ولا الأم هتستمر وتصمم تاخد حق ابنها؟ هنشوف التحقيق هيوصل